السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصل شتاء عاصف واستثنائي يعيشه المغرب، فبعد سنوات عجاف جاءت رحمة الله بالأمطار. أمطار كانت بمقاييس استثنائية خاصة في شمال المملكة، إذ لا زالت مساحات كبيرة من مدن القصر الكبير، سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة تغمرها الفيضانات جراء ارتفاع منسوب الأودية وامتلاء سدود المنطقة. ومن رحم هذه الأزمة المناخية ولدت ملحمة أخرى من ملاحم مغرب اليوم، الذي يواجه كل التحديات بكثير من الحزم والتضامن والاعتماد على الذات، مما نجم عن ذلك تحرك سريع وإعلان التعبئة القصوى لإجلاء ومساعدة المتضررين، مما حد بشكل كبير من الخسائر المادية والبشرية. للوقوف عند شريط الأحداث وقيم التضامن الشعبي والجهود الجبارة لكل رجال الدولة وأجهزتها، يسعدني أن أستضيف في لقاء المغربية الأستاذ مصطفى عيسات، خبير في المناخ والتنمية المستدامة ومدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والتنموية، والدكتور عز الدين الإبراهيمي، عضو الائتلاف المغربي من أجل القصر الكبير. مرحبا بكم أساتذة. شكرا على الاستضافة. مرحبا. وقبل مباشرة حوار هذه الحلقة نقف مع التقرير التالي على تداعيات الفيضانات الأعنف التي يشهدها المغرب منذ عقود، والتي اجتاحت عددا من المناطق خلال الأيام الماضية، وأيضا التعبئة القصوى للسلطات لإجلاء ومساعدة المتضررين. في خضم موسم هيدرولوجي استثنائي انتقل فيه المغرب في ظرف وجيز من سنوات الجفاف إلى تساقطات مطرية وثلجية غزيرة، برز الدور القيادي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله كعنصر حاسم في تدبير تداعيات الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات. فمنذ المؤشرات الأولى لارتفاع منسوب الأودية وامتلاء السدود الكبرى، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل تعبئة شاملة واستباقية لمختلف مؤسسات الدولة، واضعاً سلامة المواطنين في صدارة الأولويات، ومؤكداً أن حماية الأرواح تظل خطاً أحمر لا يقبل أي تردد أو تأخير. وتجسدت هذه التوجيهات الملكية في تحرك سريع ومنسق لمختلف المتدخلين، حيث جرى تفعيل آليات اليقظة والتتبع الدقيق للوضعية المناخية والهيدرولوجية، مع اعتماد قرارات تقنية جريئة من بينها التصريف الاستباقي والمراقب للسدود، تفاديا لأي ضغط قد يهدد سلامة المنشآت المائية أو الساكنة المجاورة. كما أعطت القيادة الملكية زخما قويا لقرارات الإجلاء الوقائي بالمناطق المصنفة عالية الخطورة، وهي قرارات أثبتت نجاعتها بعدما جنبت البلاد خسائر بشرية جسيمة، وأسفرت عن إجلاء مئات الآلاف من المواطنين في ظروف منظمة وتحت إشراف مباشر للسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية. ولم يقتصر التدخل بتوجيهات ملكية على الجانب التقني فقط، بل شمل بعداً إنسانياً واضحاً من خلال توفير مراكز الإيواء المؤقت والدعم اللوجستيكي والمواكبة الاجتماعية للأسر المتضررة، بما يعكس الرؤية الملكية القائمة على الجمع بين الحزم في القرار والبعد الإنساني في التدبير. وكشفت الفيضانات الأخيرة أن الاستباق وسرعة الحسم يشكلان جوهر الحكمة الجيدة في تدبير الأزمات المناخية. وهكذا رسخت هذه التجربة مرة أخرى أن القيادة الملكية شكلت صمام أمان حقيقي في مواجهة المخاطر الطبيعية، وأن المغرب بفضل رؤية جلالة الملك بات يراكم نموذجا ناجعا في تدبير الكوارث قوامه الاستشراف والتعبئة وحماية الإنسان قبل كل اعتبار. بعد هذا التقرير أعود إلى ضيوف الكرام في الاستديو. أبدأ معكم الأستاذ مصطفى عيسات، وأنت الخبير في المناخ والتنمية المستدامة ومدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والتنموية. قبل كل شيء بغينا نعرفوا المواطن المغربي والجمهور اللي كيتابعنا شنو هو سبب هذا التغيير الكبير في المناخ المغربي. عايشنا واحد العدد من سنوات الجفاف، أكثر من 7 سنوات كان فيها الشح في الماء. الآن يعني في ظروف أشهر قليلة، والحمد لله هذا من نعم الله أننا أصبحنا من أزمة الجفاف إلى أزمة تدبير الفائض من المياه. هو ما يمكن إلا أن نحمد الله على هذا أمطار الخير والرحمة التي عمت البلاد بعد سنوات قاسية من الجفاف، أدت إلى إنهاك المخزون المائي الاستراتيجي
عشنا إلى وقت قريب انقطاع الماء عن مجموعة من المدن، عن مجموعة من الدواوير، خرجات واحتجاجات ضد العطش في بعض القرى اللي فقدات المخزون الاستراتيجي ديال المياه الجوفية. عرفنا في الجنوب نضوب واحد العديد من الفرشات المائية وكذلك الضايات اللي كتغذي المناطق المهمة نتيجة تقلبات مناخية. الخبراء لأكثر من 20 سنة وهم ينادون بالاستعداد لهذه التقلبات المناخية القاسية اللي غتعرفها منطقة حوض البحر المتوسط وباقي مناطق العالم. كنتكلموا على سنوات ديال الجفاف، فيضانات عرفتها المنطقة في السنة السابقة في مناطق الجنوب، كذلك في منطقة فالنسيا، كلها مؤشرات تنذر بتغير الخارطة المناخية نحو القساوة والتطرف بسبب ارتفاع الاحترار الحراري اللي كيؤدي إلى تبخر كميات كبيرة من مياه البحر اللي بدورها مع التقائها بالتيارات الباردة القوية اللي كتجي من القطب الشمالي تشكل منخفضات جوية اللي عطاتنا عواصف كاليوناردو، كميتا، كالينز اللي ضربات جنوب أوروبا، البرتغال وإسبانيا وشمال المغرب. هذه الظواهر اليوم قوبلت بسياسة استراتيجية وحكيمة للقيادة ديال جلالة الملك بمجموعة ديال الاستراتيجيات الاستباقية. نتكلم قبل ما نوصل للاستراتيجيات الاستباقية سي مصطفى، احنا هذا السنة وهذا الشتاء بديناه بمأساة أسفي، يعني الفيضانات اللي وقعت أسفي واش هذه ما كانش عطاتنا واحد المؤشرات بأن هذا فصل الشتاء غيكون غير وغادي نعيش واحد يعني واحد الموسم مخالف لما عشناه في السنوات القادمة. من هنا كان واجب نقص الخطر والتحسب واليقظة لما قد يحدث خاصة في المدن الشمالية اللي كنعرفوا بها أن الأمطار كتكون فيها دائما، ولو أن كيكون الجفاف في الجنوب. المدن شمال المملكة الحمد لله ديما كتلعب الأمطار، ولكن ماشي بهذا المستوى القياسي بحال شفنا هذه السنة هذه. صحيح، هو انطلاق المؤشرات الإنذارية بدأت من السنة الفارطة. لا تكلمنا على طاطا، تكلمنا على تنغير، تكلمنا على واحد الفيضانات الرشيدية أدت إلى تأثير على مستوى الأرواح، البنية التحتية، القطاع الزراعي، وبالتالي انضافت إليها المأساة ديال آسفي لترفع مؤشر الخطر لدى كل مؤسسات الدولة للاستعداد لما هو قادم. وبالتالي كان تفعيل سياسة الإنذار المبكر، استعداد كل الجهود لتوقع الاحتمالات الأسوأ، وبالتالي كان التدخل من أجل تعزيز النشاط الإنذارية، التواصل مع جميع مؤسسات الدولة، إعداد استراتيجي لمواجهة الفيضانات حتى لا تتكرر مآسي السنوات الفارطة. نتكلم هنا ما قريناش غير فيضان آسيوي، ولكن قرينا فيضان ديال فالنسيا اللي أرجع هذه المدينة إلى 30 سنة للوراء، دمر البنية التحتية، آلاف ديال الأرواح، مما خلى المؤسسات الدولة توضع واحد الخريطة للتدخل واستشراف بآليات الإنذار المبكر، لأن دار مركز وطني لتدبير الحالة الجوية والحالة ديال الفيضانات والتنبؤ بمستقبل هذه الفيضانات ووضع خريطة خاصة بهذه المناطق الخطرة اللي يمكن لها تتعرض للفيضانات على مستوى حوض سبو، على مستوى حوض اللوكوس، لأن هي المناطق اللي كتعرف الإمطار بشكل كبير طيلة السنوات الأخيرة. كنتكلموا على 90% ديال المياه كتكون مجمعة في هذه المناطق هذه. عندنا 4 مليار ونص في حوض سابو، عندنا 2 مليار في حوض اللوكوس، عندنا مليار في حوض أبي القراق. إذا كتكلم على منطقة اللي هي رافد مائي كبير، فيها مناطق جبلية تتلقى المنخفضات الجوية اللي كتعطينا هذا الإمطار الكبير. وبالتالي هذه القراءة هذه خلت الدولة مستعدة لهذه التغيرات والتقلبات المناخية بكل المؤسسات ديالها وبكل الإمكانيات اللوجستيكية للتصدي والصمود ضد هذه الظواهر الطبيعية. إذن هذه الظواهر الطبيعية ممكن نعرفها أو نفهمها دكتور عز الدين الإبراهيمي، وأنت الباحث العلمي وابن منطقة القصر الكبير، وعايش يعني
هذا المأساة يعني كنت في عين المكان. واش ممكن نفسروها بهذه التغييرات المناخيه، ام رجعوا شويه للتاريخ؟ كنعرفوا القصر الكبير مثلا ماشي اول فيضان كتعرف عرفت واحد الفيضان خطير في 1963، وكنعرفوا بان حتى هذه الظواهر وهذه المناخيه كانت في المغرب مثلا. كانت عندنا فيضانات 2009 2010، وحتى العلماء تيقول لك بان هذه الظواهر يعني كتردد كل 25 و 30 سنه. يعني هل كان متوقع ان يقع في مدينه القصر الكبير ما وقع، ام خاصه وان هناك المحاذاة بوادي لوكوس الذي كانت عنده واحد الحمولة جد كبيرة هذه السنة؟ وفي الحقيقة احنا الناس ديال القصر الكبير، وانا نتكلم ليست بالصفة المهنية ولن اتطاول على ما هو تقني، ولكن احنا في الناس ديال القصر الكبير عندنا واحد الذاكرة ديال لوكوس، التعايش مع الماء والفيضانات ديال لوكوس. وحنا الجدود ديالنا كما ذكرتي كان عندهم دائما علاقة بهذه الفيضانات، وكانوا يستبشرون خيرا. غير الصراحة واخا نقولوا بهذا المنطلق هذا يستبشرون خيرا لأن بأشياء متعددة. بالنسبة لي أنا كشخصيا عايشت مجموعة من الفيضانات القصر الكبير، وكما قلت بأنه هذا الأسبوع الفارط كان هذه الفيضانات بدات، ولكن ما كانش بهذه القسوة هذه ولا هذه الشراسة هذه. وهنا لازم نركزوا بانه احنا في القصر الكبير بلا ما تكون عندنا ملاحظات تقنيه كنمشيو غير طريق الرباط طريق العرايش، كنشوفوا المناطق المنخفضه، وغير من خلال هذه الرؤيه هذه كيمكننا نكونوا واحد الفكره على الحاله ديال الفيضان، وكذلك التفريغ ديال السد والمخازن اللي هو كذلك واحد المنشاه اللي قريبه جدا للقصر الكبير، ما كنظن تقريبا واحد 15 كيلومتر على القصر الكبير. اذا هذا التعايش دائما موجود، ولكن اللي خصنا نقولوا بان هذه المره هذه ومنذ الوهلة الأولى تبين بأن هذه الحالة هذه حالة نادرة كما قال الأستاذ، لأنه الأحوال الجوية كانت تقول بأنه غادي تكون واحد الأمطار كثيفة. إذا اللي خصنا نأكدوا عليه وهذا مهم جدا في هذه المرحلة الأولانية هو أنه الاستباقية، وهنا لابد نأكدوا على أنه الرعاية المولوية كانت حاضرة من اليوم الأول، لأنه من اليوم الأول شفنا التدخل ديال القوات المسلحة وكذلك جميع الأسلاك ديال الأمن كما كيقولوا بالدارجة ديالنا الجدرمية والقوات المساعدة وكذلك رجال الأطفاء اللي كانوا مرابطين هناك وذلك لتتبع هذه العملية هذه. خليني نرجع معك سي عز الدين، انت ابن مدينه القصر الكبير، كتعرف مدينه القصر الكبير ديال دابا ماشي هي ديال هذه 20 و 30 عام، عرفت واحد التطور عمراني كبير، واحد العدد ديال الملاحظين والاساتذه وحتى الناس ديال الجغرافيا تيقول لك بان كان هناك ربما تطاول على مجرى الوادي، هناك بنايات في مجرى الواد، توسع في بعض الأحيان لم يحترم بعض المعايير يعني العمرانية اللي يجب مراعاته في حالة الكوارث. واش هذا أدى إلى ما وقع الآن؟ وفي الصراحة بأنه حنايا غير ملي كنا صغار بطبيعة الحال كان البناء في طريق العرائش اللي معروف بأنه منخفض، أحياء منخفضة، كان تقريبا شبه منعدم لسبب بسيط هو أنه الواد كان دائما ملي كيفيض على هذيك المناطق بالذات. اللي وقع هو انه مع المنشاه ديال واد المخازن تمكنا بانه الحمايه ديال مدينه القصر الكبير، وهنا خصنا نذكروا بان هذه المنشاه ديال واد المخازن كسد كانت لحمايه المدينه وكذلك الري والماء والضوء، ولكن كان من الاسباب الرئيسيه هو الحفاظ على المدينه. اللي بقى هو انه جميع البلدان هو انه الناس تتطاول على مجاري المياه لسبب بسيط، لان كيبان لها بان ما بقاش الخطر، وهذا اللي وقع في القصر الكبير هو ان بزاف الناس عندها ذاكره كترجع للمدينه كترجع للمجرى ديالها لا يعود دائما. اذا القصر الكبير لا بغينا نقولوا الان المشاكل اللي عنده هو المشاكل انه التفريغ ديال السد والمخازن كيرجع بان السد كيمشي لهذيك الاماكن المنخفضه. كاينه كذلك واحد الحومه اللي هي الديوان، وهي مدينه هي واحد المدينه القديمه اللي هي فيها تراجع ديال واد الحار، وهذا حتى هو كيعمر المدينه. وكذلك كاين الشعاب والخنادق اللي موجوده في الشمال ديال المدينه، غير سقوط الامطار في هذيك المنطقه بدا ما يكون الواد كتاثر عليها. اذا هي واحد المنطقه. اذا احنا اللي بغينا نديروا واستباقين، لان احنا دائما في المغرب وربحنا مع الازمات المتعدده اللي شفنا هو ان عندنا واحد الاستباقيه. خصنا نركزوا على الاساس بان المياه لا تنسى مجاريها، دائما ستعود الى مجاريها. وإلا كنا غادي نديروا واحد الخطه، لان ان شاء الله عندنا امل كبير بان المدينه القصر الكبير ترجع الاشعاع ديالها اللي هو تاريخي والاشعاع ديالها العلمي كذلك، هو انه تكون واحد البنيه معينه اللي تمكن بانه هذا الود وهذا السد ما يكونش خطر عليه. كما كانت عايشنا معاه لسنوات متعدده، كنتمناو بانه نتعايشوا معاه في المستقبل ان شاء الله. سي مصطفى، كتعرف بان هذا السدود في المغرب الان عرفت واحد الحمد لله واحد نسبه الامتلاء تجاوزت 70% كما قال سي نزار بركه وزير التجهيز والماء.
يعني كتشوف هاد النسبه الكبيره مثلا بعض السدود مثل واد المخازن 164% اللي وصل، كيفاش ممكن يعني نصرفوا هاد المياه بدون تاثير على المناطق المجاوره، وحتى هذيك المنشات ما تكونش مهدده للخطر، يعني من خلال تصريف بعض الطلقات او من خلال كما كيقولوا بعض الخبراء يجب تفريغ 50% من هاد السدود قبل اي موسم فصل الشتاء. هو حينما تعتاد سياسة الجفاف تتعامل بطرق مختلفة مع الوفرة المائية. احنا عرفنا بأن كنا نترقبوا الأرقام وكنقولوا السد وصل ل 50%، كنتمناو 60%، كنتمناو 88%. مشينا في واحد التوقع باش السدود تتعمر، لأن عندنا سنوات عجاف وخصنا نأمنوا المياه ديالنا للمستقبل. لكن تفاجئنا بعواصف متعددة ومنخفضات جوية في شهر فبراير ويناير اللي غيرات من خريطة الإمطار ورفعت الوتيرة. راه مليار متر مكعب كانت في واحد 20 يوم اللي نزلت على المنطقة، وبالتالي طريقة التصريف اللي كانت معتمدة ديال الوصول 70% 77% من ضوء التصريف، الآن خص سياسة مرنة في إعادة التعامل مع تصريف السدود في القراءة ديال الواقع الجغرافي للمنطقة وتسريع، لأن عندنا سدود كثيرة كانت مبرمجة في هذه المنطقة. ولا رجعنا للخطاب جلالة الملك اللي وضع واحد السياسة متكاملة. احنا ما كنتكلموش مع الفيضانات ببرنامج واحد، عندنا 4 ديال البرامج اللي صدرت الدولة. كاين البرنامج ديال الوطني البي ان بي اللي يرتبط بسياسة المخاطر ديال الفيضانات، فيه قراءة الخرائط ديال المناطق الأكثر تضررا، فيه سياسة الإنذار المبكر، فيه كذلك طرق الإخلاء والإجلاء ديال الناس بعد ما كتعرف واحد المناطق اللي هي تعرف واحد الخطر وشيك. كذلك فيه سياسة بناء السدود، اللي كنتكلموا على السدود اللي اقترح جلالة الملك في خطابه الأخير اللي تكلم فيه على تعجيل بناء السدود في مناطق الشمال، في مناطق الوفرة المائية. هذا التعجيل مرتبط بحماية هذه المناطق، فيها السدود الصغرى، فيها السدود التلية، فيها السدود المتوسطة. كان بإمكانها لو أنجزت في الوقت المناسب أن تشكل واحد السياسة وقائية. عاد كنتكلموا على السياسة ديال التعبئة ديال المؤسسات اللي جات، هي المحور الرابع، فيها الجيش، فيها الدرك، فيها جميع المؤسسات الصحة، التجهيز باش تكون جاهزة عن طريق واحد الاستراتيجية دارت انطلاقا من تدشين مراكز المخزون والاحتياط الاستراتيجي في 12 جهة. فهذه الخيام كانت واجدة، الآليات اللوجستيك كانت واجدة، بل التمرين على هاد الفيضانات سبق أن شاركت الجيش والدرك والوقاية المدنية في التعاون مع الشقيقة إسبانيا مع فالنسيا في الفيضان الأخير. وبالتالي المغرب بالرجوع على مسألة السدود سي مصطفى، كنعرفوا بأن هذه سياسة السدود هي من ثمرة عبقرية المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، اللي خلالنا واحد العدد من السدود اللي هي صمام أمان وحماية للمواطن سواء ضد الجفاف أو حتى ضد الماء. في المغرب عندنا واحد الخارطة فيها أكثر من 147 سد، يعني بما السدود الكبرى، السدود التلية والسدود الصغيرة. الآن كما كتعرفوا كان واحد مشروع كبير ديال الطريق السيار لنقل الماء. واش يكون هذا كحل؟ يعني كما كنتوقع واحد عدد الناس كنشوفوها في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى بطرق افتراضيه، بواحد جعل واحد النهر العظيم يعني ممكن ينقل ما من شمال المملكه الى الجنوب اللي كيفتقر المياه. وما يمكن الخبراء ديال الماء والبيئه الا ان يفتخروا بالسياسه الحكيمه الملكيه للراحل الحسن الثاني، اللي وضع واحد الاستراتيجيه بعيدة المدى اللي حمات الأمن المائي والسيادة المائية 30 سنة. كنتكلموا على سد الوحدة اليوم، فإلى حيدنا هذا السد الوحدة كيفاش غتكون هذه المناطق هذه؟ سد الوحدة هو اللي أمن العديد من المدن من الشمال إلى الدار البيضاء بالمياه. لما وقع سنتين قاسيتين عرفناهم في 23 و 24 ديال الجفاف، كان الربط ما بين حوض سابو وحوض أبي القراق هو اللي نقد 12 مليون نسمة. يعني كان جفاف ما حسيناش به احنا في الرباط ولا في أي مدن. فاستمر وليت سره محمد مولانا المنصور بالله محمد السادس نصره الله على نفس النهج
في سياسة السدود، وكانت مبرمجة أزيد من 40 سد ما بين 2020 حتى 2030 اللي غتمتد في 2035 بما يعادل 14.5 مليار دولار ديال التمويل للبرنامج الوطني للماء. لأن المغرب كيرهن السياسة ديال الأمن المائي بارتباطها بتعزيز التنمية ديال البلاد واستدامتها. ما كنتكلموش على المخاطر ديال الأضرار ديال الفيضانات. لو ما كانش هذه السدود هذه كانت ستكون كوارث في المنطقة. إذا احنا اليوم في مخيلتنا كما قال الأستاذ الكريم، راه هذه واحد 15 عام وهذا ما شافش الفيضان بسبب ود المخازن. لكن اليوم التقلبات المناخية فرضت استراتيجية، والدولة راه تتماشى مع هذه الاستراتيجية ووضعت سياسات مرنة لتعزيز بناء السدود. وكاين سدود اليوم اللي في 2026 غتكون جاهزة، وفي 2027 تكون جاهزة لاستيعاب كميات. هذا كان تأخر ما بين 2012 و2018 في تنزيل هذه السياسات الربط المائي، في تنزيل السياسات ديال السدود في الطريق السيار اللي تكلمتي عليها. لأن كنا خصنا نكون اليوم في 2026 عندنا الربط ما بين سبو وحوض الربيع. حوض الربيع في ثاني أكبر سد في المغرب بحمولة كتقترب من 3 ديال المليار ديال المتر كيوب. لا يستوعب اليوم إلا 300 ولا 400 مليون متر كيوب. هذه خسارة لتلك المياه العذبة اللي كنشوفوها اليوم كتمشي إلى البحر. كان بإمكانها أن تتوزع عبر الطرق السيارة المائية على الأحواض الأقل. يعني اليوم كنشوفوا كذلك ما بين واد المخازن وسد دار خروفة كاين الربط المائي. هذه السياسات ديال الربط المائي اليوم أصبحت عندها بعد استراتيجي سيحقق ما نرنو إليه، وهي تلك العدالة المجالية بين هذه المناطق، بين مناطق الوفرة والمناطق الأكثر تضررا. لأن شنو يمكن تحقق 3 المستويات. أولا تعبئة موارد مائية لمناطق يمكن تصنع فيها أقطاب فلاحية جديدة. ثانيا الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية. ثالثا تزويد الساكنة بالمياه في وقت الندرة. رابعا الحفاظ على المناطق من الفيضانات وإنتاج الطاقة المتجددة، لأننا الطاقة الهيدروليكية تساهم في المخزون ديال الطاقات المتجددة إضافة إلى مشروع الانتقال الطاقي. هذه المشاريع كلها اليوم تشكل نموذجا تنمويا مستداما يحقق الصمود ضد هذه التقلبات المناخية القاسية، ويستهدف تحقيق واحد الأمن استراتيجي مائي بعيد المدى. هذه التقلبات المناخية كما قلت، وهذه التساقطات المطرية الكثيفة يعني عندها واحد العدد ديال المزايا، منها انتعاش الفرصة المائية، ملء السدود، ولكن كما شفنا كاملين عندها خسائر، خاصة خسائر مادية. خسائر في الأرواح كانت قليلة إلا بعض الحالات اللي كانت نتيجة عن تهور مثلا، لأن بعض الناس اللي حاولوا يمروا وسط الواد. أما هذه التعبئة الكبرى حدت من هذه الخسائر، لكن أمام هذه الخسائر المادية ومن أجل مواجهتها ومن أجل إعطاء واحد ملاءة مالية وتدخل يعني الدولة، الحكومة أعلنت مؤخرا عدد من المناطق، منها العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان، مناطق منكوبة، يعني حتى تستطيع تعطيها واحد برنامج واسع للمساعدة والدعم والفائدة للمتضررين اللي كتقدر بواحد 3 مليار درهم. دكتور، كيفاش كتشوفوا أهمية إعلان هذه المناطق منكوبة، وكيفاش غيساهم هذا يعني في التخفيف من معاناة سكان المنطقة؟ وفي الحقيقة في البداية يجب أن نتقدم بالشكر لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، لأن الرعاية ديالو مكنت واحد نقطة مهمة اللي تكلمت عليها، اللي هي مرحلة الإجلاء، اللي هي الحفاظ على النفس البشرية. وهذا شيء مهم، أن الإنسان مواطن قبل كل شيء، مواطن قبل كل شيء. والحمد لله هذا سيدنا الله ينصره تبين ذلك من خلال السياسات ديالو، لا في الكوفيد، لا في الحوز، لا في المناطق فين ما كان شي أزمة. هذا هو الهدف الأساسي، أن لا يموت أحد منا. إذن هذه المرحلة هذه اللي كنعتبروها مرحلة الإجلاء دازت بالحمد لله بسلام، بتجاوب وتضامن ديال
الناس ديال القصر الكبير. من بعد ذلك جات هذه المرحله اللي كيعيشوها الشتات. هذا شيء مفروغ منه، انه الناس القصر الكبير اكثر من 140 الف من الناس اللي مشاو لمناطق اخرى واللي كيعيشوا في واحد الضيق في واحد الظروف قاسيه. هذا شيء مفروغ منه، ولكن الحمد لله بمجهود ديال الدوله. كذلك هنا كنهضروا على بزاف ديال المآوي اللي وجدات في طنجه، في العرائش، في الفنيدق، وكذلك كنهضروا على التضامن ديال الناس ديال القصر الكبير اللي هو مهم. هنا كنهضروا على المرحله الثالثه، وهي هذه المرحله هذه ديال العوده. وهنا سيدنا الله ينصرو خرج بقرار باين وواضح، واعطى الاشاره للحكومه بان تخرج بهذا المشروع هذا. هذا المشروع هذا اللي فيه 3 ديال المليار ديال الدرهم، اللي غتعوض كثير من الاشياء اللي الناس افتقدوها. باش نذكر، انا كنشوفها دائما من الناحيه الانسانيه. مياوم اللي كنخدم في القصر الكبير بين عشيه وضحاها، كيصبح اسابيع هو جالس ومشى لطنجه عند مياوم واحد من العائله ديالو، كيفتقد بزاف ديال الاشياء. اذا هاد انا شفت النقاط اللي خرجت بها الحكومه واللي كتبنى من الضرر على الناس اللي فقدوا الشغل ديالهم، اقتصاد واموال جديده في المنطقه حتى يعني. وهذا زعما صريح، انا كالناس ديال القصر الكبير ماشي ممثل، ولكن يمكن نهضر بالاسم ديالهم، ممتنون لصاحب الجلاله على هذه الرعايه المولويه اللي كانت في الاساس في الاول، في المرحله الاولى، هي الحفاظ على الناس وما يموت شي واحد. وفي هذه المرحله هذه ديال العوده ان شاء الله لنا نرنو العوده للحياه الطبيعيه، انه غيمكن بانه تعطى الاليات نقول الماليه باش تمكن الحكومه وتمكن كذلك الناس اللي في الميدان بانهم يرجعوا للحياه الطبيعيه. كعطفا على اللي ذكرنا عليه من قبل، وهذه المرحله الرابعه اللي خصنا نرجعوا، وكما قال الاستاذ نشوفوا كيفاش انه نحافظوا على هذه المدينه هذه. جوج المحافظات اللي مهمين، نحافظوا على هذه المنشاه ديالنا اللي هي سدود المخازن اللي أنا مهمه عندنا، نحافظوا على المدينه. وهنا درتي ماذا يجب ان نفعله من بعد حتى لا نقع في المشاكل التي وقعنا فيها اليوم. خلصوا الخلاصات من هذا الواقع. بالضبط. والشيء الثالث اللي كنساو بان الجماعه الترابيه ديال القصر الكبير ما فيهاش القصر الكبير اللي 125,000، ما فيها 190,000 نسمه، اللي مجموعه ديال الدواوير حتى هي مشات، واللي في الحوض لوكوس معروف بانه الانتاجيه ديالو الفلاحيه. حتى هاد الناس هذا خصنا نمكنوهم بانهم يرجعوا لهذاك الانتاجات ديالهم. اذا حنا بغينا في هذه المرحله الثالثه، المرحله اللي نقولوا على المدى المتوسط، هو انه نديروا كما قلتي، نشوفوا لماذا وقع هذا، وهذا شيء طبيعي خصنا باش ناخذوا منه النتائج باش تعاود مره اخرى. الشيء الثاني هو انه يكون عندنا واحد التصور للمدينه والحوض، لانه الحوض معروف سي لاخر باسان فلوفيال وفيه تيجي دائما الماء وعاد يكون الماء. ولكن ما قال الاستاذ، حنا لو كنا مثلا كنوقفوا السد في واحد 75% من كيكون عندنا الجفاف، ربما هنا خصنا يكون عندنا واحد التدبير مائي متضامن مع المنطقه ومع كذلك الفكره والهدف الاساسي. خلينا قطعتك السي عز الدين باش نبقى مع المواطنين يعني بمسائل ملموسه. مثلا في 2009 2010 في هذه السنوات كنا كنشوفوا مثلا اذا سقطت غير شويه ديال الامطار كنشوف فيضانات غزيره وسط الدار البيضاء والمحمديه. كانت يعني حركه السير وفيضانات وبيوت كتوقع، ولكن مني دخلت الدوله بواحد القوه وتم يعني انجاز واحد العدد من الانفاق اللي كتصب في البحر، ما بقيناش كنشوفوا في المحمديه ولا الدار البيضاء هذه المشاكل. بالضبط. هذا التجربه خصنا نعموها على العدد. نعموها حنايا. انا عشت 2011 كانت يمكن سافرت من إفران حتى للدار البيضاء، كان كارثه لان كان الماء في كل مكان وغرقوا الناس. ولكن من بعد داك الشيء جات هذا، كنشوف مثلا في مدن متعدده، طنجه، كنشوف مثلا في الرباط، كنشوف في الدار البيضاء. الحمد لله هذا الماء ما بقاش خصو يكون رحمه. الماء بالمفهوم ديالنا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، انه رحمه، ما يكونش واحد هذا اللي بغينا. اذا احنا في هذه المدينه هذه، وانا كنرجع لهذه المدينه هذه، هو انه السد موجود، اللوكوس تعايشنا معاه لقرون متعدده. كيمكننا الان انه بواحد في المرحله الرابعه ان شاء الله ملي ترجع الحياه المجرى العام ديالها والمجرى العادي ديالها، انه نفكروا بانه في تعايش مع هذا السد هذا وتعايش مع هذا الواد هذا، نجعلوا من هذه المنطقه هذه كما كانت دائما منطقه تتعايش معه، ومنطقه منتجه لا بالنسبه للمغرب ولا بالنسبه، لان الناس كتنسى بان القصر الكبير من منطقه فلاحيه بامتياز، فيها كثير من الانتاجات الفلاحيه، والماء ما خصوش يكون نقمه عليها، بل خصو يكون دائما نعمه على هذه المدينه هذه وعلى المنطقه ديال العراش في القصر الكبير. وان شاء الله نتمنى تكون هذه الامطار بشرى خير على المنطقه كامله. دكتور مصطفى، انتم كتعرفوا بان هذا البرنامج هو اعلان عدد مناطق منكوبه وتخصيص هذا المبلغ ديال 3 مليار درهم. الحكومه وضعت واحد 4 ديال المحاور باش يكون الاستفاده القصوى ولجميع المتضررين. كيفاش شفتوا اهميه هذا التدبير هذا؟ إعطاء جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة باش تدخل
من أجل دعم صمود المناطق المتضررة يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتتبع الكوارث وما بعد هذه الكوارث. اليوم كنعرفوا أن الأرقام اللي جات من المنطقة كاين تأثير كبير على مستوى المساكن ديال الناس، كاين بيوت اللي تهدمات، كاين بيوت اللي تقاصت، كاين محلات تجارية، كان ضياعات مثلا عندنا واحد 10,000 نعم تقريبا خصص مبلغ 10,000 هكتار اللي ضاعت. نعم تخصص مبلغ ديال 300 مليون درهم لإعادة الإسكان والإيواء ديال الناس، تخصصت واحد 100 مليون ديال الدرهم أو ما يزيد على التدخلات الاستعجالية. راه باقي المناطق، باقي المخيمات، باقي دواوير تحتاج إلى الغذاء، تحتاج إلى الدواء، تحتاج إلى التدخلات الاستعجالية. إذن كيخص استمرار المواكبة ديال الساكنة المتضررة. كنتكلموا على 500 ألف في هذه المنطقة المنكوبة. كنتكلموا كذلك على إعادة الوضع ديال المزارعين، دعم هاد المزارعين هادو، تخصص غلاف مالي مهم في هذا الإطار هذا. المواشي اللي نفقات، اللي ماتت إلى غير ذلك، إعادة القطيع لأصحاب المواشي. المجال الآخر هو البنيات التحتية، 1,500 مليون ديال الدرهم، لأن طرق عن آخرها تضررات، قناطر، مسالك ديال السكان في الجبال كذلك تضررات. وبالتالي اليوم كيخص إعادة تأهيل هذه المناطق. لكن المطلوب كيف نؤهل هذه المناطق؟ هنا خص وقفة لدى المسؤولين، لأن الطرق في المناطق الجبلية تحتاج إلى استراتيجية متكيفة مع البيئة. كنا كنشوفوا الطرق ديالنا الجبليه كلها كتكون في الجنبات ديال الاشجار والتشجير باش كتحميها من هذا العمل ديال الجراف الى غير ذلك. فاليوم خص هذا العمل التنسيق مع جميع القطاعات، مع المياه والغابات، مع قطاع البيئه، مع قطاع التجهيز والطرق، لوضع طرق جديده ومسالك جديده لا تتكرر معها المأساة. تكلمنا عن المدن الكبرى كالرباط كنموذج اليوم يمكن أن يعمم. لاحظنا أن في كأس إفريقيا كيفاش كانت الملاعب متكيفة مع المناخ ومع الأمطار الغزيرة، كيف كانت الشوارع مدبرة من طرف شركة التدبير المفوض، البنية التحتية المؤهلة من أجل استيعاب كميات الأمطار. إذن هذا العمل يمكن أن نذهب به بعيدا في إعادة تدبير البنية التحتية لهذه المناطق. سي مصطفى، الى جانب هذا الشيء اللي قلتي، يعني هذه المبالغ الماليه وهذا التخصيص هذا 3 المليار واعلان هذه المناطق المنكوبه، هذا كله غادي يساعد هذه المنطقه وغادي يوفر عليها واحد العدد من المسائل اللي ضاعت عليها. ولكن كما ذكر سي عز الدين بان هذه النظره الاستباقيه والرؤيه الثاقبه لجلاله الملك، يعني حتى اللي خلى الحد الكثير من هذه الخسائر حتى قبل ما توقع هذه الفيضانات. احنا كنا شفنا بان جلاله الملك كان شرف على تدشين واحد عدد مراكز ديال جميع الاستراتيجيات، يعني لمكافحه الكوارث، وهذا اللي ادى الى تدخل سريع وايجاد يعني واحد اللوجيستيك بسرعه في عدد من المناطق، وهذا ما غادي يتم تعميمه في 12 الجهه. كيفاش كتشوفوا اهميه هذه الخطوه الاستراتيجيه الاستباقيه اللي ادت الى تنسيق بين جميع المتدخلين وتوفير كل المستلزمات من اجل الحد من الخسائر، ويعني حتى الترحيل ومساعده المتضررين في ظروف كرامه انسانيه؟ واحد الشهاده يمكن نقولها للتاريخ، فجلاله الملك من أكثر رؤساء الدول اللي كان حاضرا في جميع القمم ديال المناخ، ونظمت المغرب أكبر قمة ديال المناخ في مراكش. والمغرب طوعا التزم بمقتضيات مؤتمر باريس للمناخ. هذه المقتضيات شنو كتعني؟ كيف نستعد بسياسات جماعية للتقلبات المناخية القاسية. المغرب من الدول اللي لا تساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الدول الإفريقية إلا بنسبة قليلة، ونتضرر من الدول الكبرى اللي كتساهم واللي تنصلت من مسؤولياتها الدولية. فالمغرب يعتبر نموذجا بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك في وضع استراتيجيات استباقية في جميع السياسات الحكومية. كنتكلموا على السياسات ديال التدبير ديال الماء، السدود، المراكز ديال الاحتياط،
كنتكلموا حتى على المخاطر ديال الحرائق ديال الغابات. ربما عندنا اكبر اسطول ديال الطائرات الكنايدر اللي ساهمت في اطفاء الحرائق في المغرب وساهمت في اطفاء الحرائق في البرتغال. اليوم هذه السياسه الاستباقيه جعلت المغرب رائدا اقليميا في مجال تدبير الكوارث وفي مجال الصمود، لان اليوم بدون تدخل ديال صندوق الدعم ديال العداله المناخيه ديال الامم المتحده المغرب يوفر امكانياته الذاتيه اعتماد ذاتي، في حين ان دول البارحه واليوم برلمانيين يستقيلون، وزراء يستقيلون من جراء خيبه املهم في التدبير الاستباقي وفي تحقيق هذه الموارد والامكانيات لدعم صمود ساكنه تضررت في قوتها اليومي، في مبانيها، في طرقها، في عيشها. لا ننسى اليوم ان حتى على مستوى التدبير الزماني والمكاني كانت السرعه القصوى. راه اكبر عمليه اجلاء بعد المسيره الخضراء اللي فيها 350 الف مشارك اللي مشاو للجنوب، كنتكلموا على مسيره ديال انقاذ مناطق الشمال 180 الف وتوفير لهم المساكن وتوفير لهم التطبيب وتوفير لهم حتى الدراسه وترفيه الاطفال والترفيه وحتى التطبيب الاستعجالي. كتكلم على حالات ديال الفشل الكلوي، كتكلم على حالات ديال المرضى المزمنه. اذا كل هذه يسجل بمداد وفخر للسياسه الحاكمه لجلاله الملك. ملي كنتكلم على السياسه الحاكمه لجلاله الملك دكتور عز الدين، وجلاله الملك اوضع المواطن وروح المواطن قبل كل شيء، ولكن أيضا كرامة المواطن، وهذا ما لمسناه في عملية إجلاء الإيواء المساعدات المتضررين. هنا ما نتكلموش على جهود الدولة، وتحية كبيرة لرجال الجيش، القوات الجيش الملكي، الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة، السلطات المحلية، ولكن نتكلموا على مظهر آخر من المظاهر تاع مغربية اللي لاحظناها، تآزر الكرم المغربي. الناس القصر الكبير ولا سيدي قاسم هذه توزعوا على عدد من المدن، هناك استقبال، هناك حفاوة، هناك كرم. كيف ترون يعني أهمية دور المجتمع المدني؟ وهذا وقيل هو اللي دفعكم لتأسيس الائتلاف الوطني من أجل القصر الكبير. وبصراحة أنا بغيت غير نركز على نقطة اللي نذكرها. احنا ملي كنهضروا على القصر الكبير غير حين أنا بحكم أنني من القصر الكبير، ولكن لا أتناسى أبدا أقاليم ديال سيدي قاسم بطبيعة الحال، وأقاليم ديال سيدي سليمان، وهذو كلها أقاليم. الإقليم ديال العرائش حتى هو اللي تذكر، والإقليم الرابع اللي تذكر في هذه القضية هذه كنظن 4 ديال قنيطرة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، عراش وسيدي قاسم. إذا هاد الناس كلهم عاشوا هاد المشاكل هذه. الخصوصية ديال القصر الكبير هو تواجد مدينة على بعد كيلومترات قريبة من السد، وأن أي طلقات معينة يمكن أن تؤثر على المدينة. إذا احنا كما تمنى في الأول وكنقولها دائما بأن صاحب الجلالة عنده واحد النظرة ثاقبة واستباقية لهذه المشاكل ديال هذا. كذلك المغاربة الحمد لله كيبينوا دائما في الأزمات واحد الطينة ديالهم تضامنية اللي مهمة جدا. ما ننساوش بأنه هاد الناس هادو اللي نجحوا ومشاو لأماكن أخرى، كاين الناس اللي تكلفوا بالسكنة ديالهم، وعندنا أمثلة متعددة بلا ما نذكر الأسماء. الناس اللي وفرات شقق، الناس اللي عطات اوتيلات، الناس اللي عطات الاكل، الناس اللي وفرت كثير من الاشياء. اللي مهم في هذه القضيه هذه هو هذه الروح المغربيه. وخصني نقولها حيت انا عشت الكوفيد وعشت معكم الكوفيد، كنتناساوها ملي كنخرجوا من الازمه. لا لا لا، احنا اللي خصنا اساسي عندنا هذه الروح هذه اللي كنبينوا عليها دائما. مثلا هذه المدن هذه ولا هذه القرى هذه عطلب منا باش نكونوا حاضرين نتجندوا لما بعد هذا الظرف القاسي، لان شيء اساسي. هذا السيد هذا اللي فقد كما قال الاستاذ انه الدخل ديالو، ولا فقد المسكن ديالو، ولا فقد الطريق ديالو اللي كنساوه من الناحيه اللوجستيكيه مهمه، راه ماشي حيت انه رجع خصنا نتناساوه، لا. علاش خصنا ملي خرجت الحكومه بهاد الاربعه ديال المحاور الاساسيه، حنا كنظنوا بانه التنفيذ ديالها شيء مهم جدا. هذا التنفيذ هذا علاش؟ لانه كيعطي واحد الثقه كبيره للمواطن في الدوله ديالو. كنظنوا بان حتى واحد بان الرعايه الملكيه شيء مهم في هذا البلد هذا، وبانه كنرتكزوا كنرجعوا له دائما. كذلك التنفيذ شيء مهم جدا باش هذا المواطن هذا كيثيق في الرجوع، كيثيق في الانتاجيه ديالو، كيثيق في العوده ديالو. اما هذاك الحس التضامني كنظن بانه حنا دائما بينا عليه في الحوس. بالعكس، الحوس حنا انه لم نحتاج حتى التضامن الدولي ولا اي شيء من هذا القبيل. كذلك في اسفي ما احتاجنا حتى شي واحد، في القصر الكبير والمناطق المجاوره ما احتاجناش. هذا الحس التضامني خص يكون واحد التفعيل ديالو على المدى البعيد. حنا ملي كنفكروا بان ندير واحد التنسيقيه، ما بغيناش نخلقوا جمعيه، لان الحمد لله موجود جمعيات متعدده في مدينه القصر الكبير وجمعيات
جمعيات متعدده اللي عندها تجربه كبيره بانها تجيب المساعدات وتقوم. اللي بغينا احنا نركزوا عليه هو التنسيق، لان شيء مهم جدا، لان لا يعقل بانه نفس الجمعيات تجيب نفس المنتوج نفس الاشخاص. ربما اللي يمكن، وحنا في عهد الرقمنه وهذا شيء مهم جدا، هو انه يمكننا نحصيو ما نحتاجه من مساعدات ومبادرات في هذا الميدان هذا، وكذلك من الناحيه الاخرى يمكننا نشوفوا الجمعيات اللي تقوم بها. وهذه الاطارات ديال ما يسمى بالائتلاف لا تاخذ لا مكان الجمعيات ولا الاشخاص على الارض. اسمح لي في اطار هذا التنسيق وحتى نستفدوا من تجربه الحوز، مثلا واحد العدد ديال المواطنين حنا كنعرفوهم سواء في الشارع او في التواصل الاجتماعي او في الاماكن العامه باغيين يساعدوا وما عارفينش كيفاش يساعدوا. هنا واش ما كتشوفش بان الحكومه مثلا كما كانت وضعت واحد الحساب بنكي مثلا في الحوز، واش ماشي لازم الان نوضعوا ذاك الحساب البنكي حتى اي واحد ممكن غير من الهاتف ديالو يساهم بدون يعني ما يكون على التوجه والتنقل؟ وهذا بالضبط. حد دابا مثلا لو جلسنا هنا واحد الوقيته يمكن نقدر نقنعكم بانه تعطيو واحد 5% ولا 1% من الراتب ديالكم لهذا الاخر، ولكن ما كنجبروش الاليه باش نعطيو هذا الراتب هذا. اذا هذا البنك ولا هذا الشفافيه وتكون الشفافيه. اذا هذه النقطه اللي جبتي ديال الشفافيه، اذا كانت الرقمنه احنا الحمد لله بينات في الكوفيد بين الرقمنه المغاربه كيتعاملوا معها وكتعطي واحد الشفافيه كبيره. بزاف ديال الجمعيات في مدينه القصر الكبير وفي النواحي ديالها كيقوموا الان بانهم كيخلقوا دي زابليكاسيون اللي كتمكن بانه باحترام السي ان دي بي والمعلومات الشخصيه بطبيعه الحال انه تجمع ما بين الناس اللي محتاجين والاحتياجات ديالهم، وكذلك من الجانب الاخر الناس اللي يمكن لها اش كيقولوا تعطي الفلوس. اللي اساسي هو كاينه مبادرات بسيطه، حنا بغينا نقوم بواحد المبادره بسيطه اللي كتقوم بجميع الدول، اللي كان ان تتكفل باسره. هذه الاسره هذه كانت نازحه ضرات ورجعت للقصر الكبير، ماشي عطيناها القفه وعطيناها المنطقه كما كيقولوا الشمال اللي كتلاخر، بينما احنا بغينا ملي ترجع تكفل بها لمده معينه، انها كتكفل باسره واحده. هذه الاسره هذه كتعاون معها لمده شهر شهرين 3 شهور حتى تخرج من الازمه. احنا اللي بغينا دائما كنقول لها بان الاجلاء ان شاء الله سننتصر به، لان الرعايه المالكيه واضحه والتدخل ديال الدوله باين، كذلك انه الشتات كاين التضامن ما كنظنش، ولكن دائما كنت كنركز بان مرحله العوده هي اصعب مرحله. علاش؟ لاننا كنقولوا هاد الناس رجعوا نتناساوهم، وهذا شيء طبيعي ماشي حس تضامني فيه. بينما احنا اللي بغينا من هذه المبادرات كلها هو اننا نواكبوا. احنا لا ناخذ لا مكان الجمعيات ولا الدوله ولا حتى شي واحد، ولكن نواكب. كل واحد مطالب باش يدير دوره، باش يدير الدور ديالو. وانا كنظن بانه هاد المجموعات اللي كيمكن لها انها تقوم بهذا العمل هذا ستكون مفيده للناس ديال القصر الكبير، الناس ديال بطبيعه الحال الغرب والناس ديال اللوكوس، وكذلك عاد تكون في تكامل كامل مع الجمعيات المحليه، لان الجمعيات المحليه اللي كتعرف شنو هاد الناس محتاجين، وكذلك مع الدوله، لان الدوله عاد تجيب بالاليات ديالها والتنفيذ ديالها اللي ربما ما كيكونش فيه المرونه بعض الشيء. بينما هاد الناس هادو يمكن عندهم واحد المرونه معينه في حالات معينه، وتكون اليد في اليد نخرجوا من هذه الازمه ان شاء الله. قبل ما نختموا هذه الحلقة لازم نجددوا توجيه تحية حارة لجهود كل من رجال القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، البحرية الملكية، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، رجال الشرطة الوطنية والسلطات المحلية لما قاموا به من دور كبير وجهود جبارة من أجل حماية الوطن والمواطنين وتوفير لهم ظروف الكرامة خاصة خلال عملية الإجلاء. في ختام هذه الحلقة كل شكر لكم الأستاذ مصطفى عيسات، خبير في المناخ والتنمية المستدامة ومدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والتنموية، والدكتور عز الدين الإبراهيمي عضو الائتلاف الوطني للقصر الكبير على هذه التوضيحات الهامة. وشكري موصول لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر قريب بحول الله.